مستوى رائد على المستوى الافريقي. المنتخب المغربي الذي كان حقق حلم ملايين ليس فقط المغاربه ولكن العرب والافارقه بوصول والعبور للدور نصف النهائي. المنتخب المغربي كان من الاربعه الكبار، هذه يدعو الاعتزاز والافتخار. اكدنا للعالم ان المستوى ليس مغربيا بحماس وبتفاني وبروح وطنيه قل نظيرها. بسرعه سنقدم تشكيله ديال المنتخبين. المنتخب الوطني المغربي يدخل المجموعه الثانيه، ياسين بونو في حراسه المرمى، باقي اللاعبين نصير مزراوي، نايف اكرد، العميد غانم سيس، اشرف حكيمي، عز الدين أولاحي، تواجد سفيان أمرابط، بلال الخنوس، حكيم زياش، سفيان بوفال ويوسف نصيري. على مستوى الهجوم هذه التشكيله الرسميه ديال المنتخب الوطني المغربي، في الوقت اللي على مستوى الاحتياط هناك مدير محمدي المهدي بن عبيد كحارس الجواد يميق، عبد الرزاق حمد الله، اشرف داري، عبد الحميد الصابري، انس الزروري، زكريا ابو خلال، عبد الصمد الزلزولي، بن جميل بوشواري، وليد شديره، ايوب الفوز في هذا اللقاء. تبعد المحاوله، حكيم زياش رفع الكره، فرصه وتدخل الدفاع، ابعاد الكره للريان القطري. هناك خطا بالفعل، هناك خطا حكم المساعد رفع الرايه، وبالتالي كان خطا امام اللاعب عز الدين أولاحي. كذلك اللي زياش، حكيم زياش كيرفع الكره، فرصه وخروج الحارس، خروج ويفرتون. بيريرا دا سيلفا هو اللي بعد الكره، رودريغو وفينيسيوس، كره خطيره دخول داخل المنطقه والتغطيه في الوقت تبع المحاوله. اشرف حكيمي بن جونيور كيمرر في الجهه اليسرى عند لوكاس تولنتينو، خطيره، فرصه خطيره لفائده المنتخب البرازيلي، كره مشات فوق المرمى. ابرز محاوله لفائده المنتخب البرازيلي، سنوتراكيا واوروبا في الوقت تبع هذه المحاوله لممثل القاره الامريكيه الجنوبيه. منتخب البرازيل تدخل وسط بوفال، بامكانه يمر عند يوسف نصيري، ولكن المنتخب الوطني المغربي. يوسف نصيري، فرصه مرات جانبا، فرصه الهدف مرات جانبا بواسطه نصير مزراوي، هو اللي كان وراء الكره الاخيره. تمريره ممتازه لنصير مزراوي، خدع الكره بالصدر كما سنتابع. لاحظوا تمريره، كذلك ازدواج لعب بسرعه، اضواء خطيره لابد من ابعاد الكره. ياسين بونو كنقول انه كفر على الخطا اللي قام به، 51% للمنتخب الوطني المغربي. كره طويله، اشرف حكيمي، خروج ياسين بونو، خروج خاطئ والهدف الاول لفائده المنتخب البرازيل. في الوقت اللي هناك وضعيه تسلل، اذا هناك وضعيه تسلل مهم وقوي بالنسبه للعناصر الوطنيه. اذا هناك وضعيه تسلل، ولكن استرجاع الكره من طرف اللاعبين ديال المنتخب البرازيلي. تبادل المحاوله، بوفال، فرصه بوفال، هدف اول لفائده المنتخب الوطني المغربي بواسطه سفيان بوفال، يضع الكره في الشباك والهستيريا على مستوى المدرجات. فرحه كبيره للجماهير المغربيه بهدف سفيان بوفال في شباك الحارس ويفرتون. نصف ساعه كانت كافيه للعناصر الوطنيه من اجل الوصول للمرمى بعد محاوله اللي تلعبوا الشغف ديال الجمهور المغربي. هذه فرصه خطيره، ونعمل يوسف نصيري، تمريره، فرصه حكيم زياش، فرصه الهدف. حكيم زياش كان بامكانه يضع الكره في الشباك، تلعبات بطريقه ممتازه. لاحظوا رده فعل ديال وليد الكراكي، وحكيم زياش كان بامكان المنتخب الوطني المغربي قائم جوله اولى مثاليه. فرصة أخرى لفائدة المنتخب الوطني المغربي. عز الدين أولاحي يسدد في الوقت اللي المطالبة بأن هناك لمس على الكرة، وبالتالي من طرف اللاعب أليكس وفينيسيوس جونيور. كانت خطيرة، أداء تسديدة مشات فوق المرمى. فينيسيوس جونيور فرحة اللي يقولوا كل المغاربة لعبت كرة خارج أرضية الملعب، خارج ارضيه الملعب. كانت فرصه خطيره لفائده المنتخب البرازيلي. اشرف حكيمي حاول يمرر، تسديده قويه لحكيم زياش، ولكن الكره كتمشي بعيده شيئا امام لاعبين كبار
لكن هذا تدخل ممتاز ياسين بونو، ردة فعل ياسين بونو بعد تسديده قويه لرودريغو في الوقت اللي قلت بان المنتخب البرازيلي اللي عند بوفال ممتازه من سفيان بوفال عند نصر المزراوي. المنتخب البرازيلي كانت ممتازه من الجهه اليسرى، استرجاع كره من سفيان امرابط، مشات كره في الجهه اليمنى لفائده المنتخب على مستوى الوسط. سفيان امرابط لاحظوا ثلاثه ديال اللاعبين، هناك خطا واضح، خطا واضح والانذار اعتقد اللاعب روجر كضرب في دفاع المنتخب البرازيلي. فرصه اوه عز الدين أناحي وتدخل الحارس ويفرتون لبعاد الكره. عز الدين أناحي تسديده قويه وسط لاعب فينيسيوس جونيور داخل منطقه الجزاء وخطيره، كانت خطيره هذه المحاوله. عمل البرازيلي داخل منطقه الجزاء، لعبت كره راسيه خطيره لابد من ابعاد الكره. ممتاز نايف عكرد لانه كان هناك تواجد لاعبين. رفعت الكره داخل منطقه الجزاء، فرصه اخرى خطيره في المنتخب البرازيلي. لحسن الحظ ما تمكنش من التسديد، لاعب لوكتيد في الوقت يسترجع الكره امام يوسف الصيري، خطيره هدف التعادل لفائده المنتخب البرازيلي. هدف بواسطه العبيد كاسيميرو. ياسين بونو كان بامكانه انه يحصل الكره، ولكن الكره كتجاوز ياسين بونو وتعانق الشباك. هدف اول لفائده المنتخب البرازيلي. فرحه ديال الجماهير كذلك البرازيليه الحاضره، وفرحه كبيره للاعبي المنتخب البرازيلي. العوده في نتيجه هذه المباراه كانت الرأسية والمحاولة أخرى. يحيى عطية رفع كرة، فرصة هدف هدف ثاني لفائدة المنتخب الوطني المغربي. هدف ثاني بواسطة اللاعب الصابري عبد الحميد الصابري. ورقة رابحة، من حقك تفرح، من حقنا الجميع نفرحوا يا وليد، من حقنا نفرحوا بهدف ثاني في شباك منتخب سيليساو. عبد الحميد الصابري يضع الكرة في الشباك. فرحة كبيرة بحضور كل الأجيال تحضر لمتابعة هذه الملحمة أمام منتخب برازيل. تمريرة تدخل ممتاز لنايف عكرد، كانت محاولة لقلب جونيور، محاولة الدخول داخل منطقة الجزاء، تدخل نايف عكرد ممتاز. هناك خطأ بالفعل، تدخل